السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات طموحة. المهم خياتي كما العادة والعوايد، قبل ما نبداو الفيديو نتاعنا ما تنساوش تصلوا وتسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل وازكى السلام. وثانيك حبيت تترحموا معايا على اطفال دار اليتامى اللي توفاو في الجزائر العاصمة بهذاك الحريق المهول. ربي يرحمهم ان شاء الله وربي يوسع عليهم والله يصبرنا عليهم، ما نقولوش يصبر عائلاتهم لانه كما على بالكم ما عندهمش عائلات، هما براءة كما نقولوا حنايا ما عندهم علاش، ولكن النهاية نتاعهم صراحة كانت نهاية صح مأساوية. أنا صراحة النهار اللي شفت الحادثة هذيك ما نكذبش عليكم، بيتا نبكي بيتا في حالة كي شغل تمنيت لو كنت نقدر نروح نتبناهم كامل كيما راهم، لأنه صراحة يعني باين باللي ما راهمش عايشين في بلاصة اللي محميين فيها، واصلا داروا يعني شروط تعجيزيه للتبني. هذه هي الساعه كي تلحق يعني كما نقولوا احنا الله يرزقنا حسن الخاتمه. هذا مكان. المهم هنا خياتي كما راكم تشوفوا بديت لكم الفيديو بالطبسي تاع الطمينه نتاع الافراح. ان شاء الله ربي يدوم افراحنا وافراحكم، والله يدوم ان شاء الله كما نقولوا حنايا غير الاخبار السعيده في حياتنا. صراحه هذاك الطبسي تاع الطمينه ما على باليش شكون مولاتو، مي بحثوه لي وحده وليدها جاب الباك بحثته لي، ما نعرفها ما تعرفني، مي وصلني. نقول لها ألف مبروك عليه وألف مبروك حتى انتم على وليداتكم، واللي ما جابوهش ان شاء الله العاقبه للعام الجاي ان شاء الله. وكما شفتوا خياتي يعني يقول لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انا هذه الحادثه يعني تجسدت معايا في الواقع في هذا الاسبوع. كما شفتوا خياتي هذاك الصقر ولا هذاك العصفور تخلي من التاقه تاع الصالون وحصل. انا هنايا في الشومبر حتى نسمح في الخبيط في التاقه، نسمح رحت نشوف شنو صبت هذاك الصقر حاصل في التاقه، يعني باينه باللي كان يحوس على الماء ولا دخل وحصل ليسونسيال. اي حكمته انا دخلته شربته خليته يريح شويه واحد الساعه هكاك، ولا حطيت له الخبز ما حبش ياكل لانه المره الاولى ما كنتش عارفه باللي هو من الصقور اللي ياكل اللحم، والله ما نكذب عليكم. حتى كي شافوا الزوج باش قال لي هذا يحوس على اللحوم. المهم انا حتى كي فتحت له راح باش اللي عرفته باللي ياكل اللحوم يعني، ولا غير غادني قلت له كان كنت عارفته ياكل اللحوم لو كان مديت له. المهم كما قلت لكم شربته دخلته ريح شويه نفس ضيفته من بعد فتحت له التاقه كما شفتوني وخليته راح. ويعني سبحان الله الجلسه التاليه اللي دارها لي كيف فتحت له التاقه وراح رجع ولا لهنا وكانه تراني ممتن، يعني سبحان الله حتى الحيوانات وعندها لغه الامتنان هذه. المهم خياتي قبل ما يمشي لا فيديو ماذا بيا تعطوني رايكم في هذيك الخزانه اللي قلت لكم درتها للصبابط اللي كانت تاع دراري. شفتوها من قبل كيفاش كان اللون تاعها، كانت كامل مجرحه وحايله واللون تاعها كامل رايح فيها. اي مالي قلت لكم بلي راني صبغتها بهذاك اللون الابيض. اعطوني رايكم فيها كيفاش جات. صراحه الزوج قال لي كي شغل رجعتيها يعني مخرده، قال لي من الاحسن لو كان خليتيها كما كانت، ولكن راكم تعرفوا باللي الرجال ما عندهم حاجه في الديكور، ما عندهم حاجه في التخمال، ليسونسيال حاجه تقضي صلاح هذا مكان. مينتوما اعطوني رايكم كيفاش جات. وبالنسبه للكولواغ ثاني كما راكم شفتوه صراحه الصبيغه هذيك زادت فيها النص وزاد ضواء، وثانيك هذيك الكتيبه وهذوك التقشير اللي كان فيه ولا كامل الحاجات اللي كانوا فيه كانوا مشوهين، وصراحه كامل راحوا بالصبيغه. هي من الفوق صح انا يا غلطت نورمالمون هذيك الجهه البيضاء نورمالمون ما نوصلش ليها، مي كي يكون الصباغه قصير هذه هي النتيجه. المهم كما نقولوا حنايا درت اللي عليا ونقيته شويه وضويته. هنايا بعد ما راح هذاك العصفور وريحت شويه كما راكم تشوفوا جبت فريق التنظيف يعاونني، ربي يحفظهم لي ان شاء الله، باسكو كما قلت لكم مانيش عارفه انا ندير في الميناج والتلفزيون وحده اهبط قريب طاح حتى عيطوا لي دراري جيت نجري. اي مالي من الخلعه رحت نحي في لابريز نتاعو ونسيت باللي يدي راهم مشمخين، ضربت نيتريسيتي قعدوا هما بلا تلفزيون. اي مالي قلت لهم اروحوا ديروا معايا الميناج هذيك هي باش تجيبوا وقت بيد ما يجي باباكم ويسقمه لكم. المهم فرشت الحاله خملت روحيت لشومره الدراري كالعاده، وكاين واحد الاخت قالت لي باللي روماركيت باللي المطارح نتاع ولادك اللي راكي دايرتها منهم شويه هابطين، قالت لي من الاحسن نشري لهم هذوك اللي جوا شابين وهكا باش يوجعهمش ظهرهم من اللوح. اي كومونتيت لها انا قلت لها ان شاء الله كي اليوم على بالي باللي هابطين من الله غالب حاليا ما رانيش قادره نشري لهم، كيف فرج ربي نشري لهم. المهم كما قلت لكم يا خياتي رحت هكا نقي
ونفرس في الحاره. تخيلوا يا خياتي هذوك المطارح من النوع اللي يتفتوا، يعني كشغل كي تبداي ديري في الميناج تسيبي غير الفتات تاعهم، كشغل ما يخلولكش الحاله نقيه. ميم التفريشه تاع الولاد تصيبوني كل يومين 3 ايام لازم نبدلها ونغسلها باسكو ترفد هذيك مانيش عارفه وشنو تاع المطارح، يعني ما همش من النوع المليح. ايا مهم قاعده نخدم وقاعده نقول يا ربي ان شاء الله والله غير اول اوكازيو تجيني نشوف كيفاش نجيب لهم مطارح. اذا تحتمت كامل نروح نجيبهم من الفاسيليتي. يا خياتي والله العلي العظيم انا كملت التخميله وريحت، حتى عيط لي الزوج قال لي راني فتت على المابل تاع زمير، على بالي بلي راكم كامل شفتوه ومشهور هنا عندنا. قال لي راهو غاشي كبير عندهم، قال لي كي رحت نشوف على واش راهم دايرين لاشين، قال لي راهم دايرين لاشين على المطارح وراهم دايرين بروموسيون 3 بمليون. قال لي اش كنتي راكي محتاجتهم ولا لا؟ قلت له هذه ما فيهاش نقاش، قلت له دوكا عندي واحد شويه برك كنت نهضر فيها في قلبي بلي راني محتاجه مطارح. ايا مالي قال لي كيفاش نديرو نجيب لك 3 ولا؟ قلت له بلي اذا عندك دراهم ما نقولكش لا واذا ما عندكش خلينا منهم. اسونسيال جاب لي 3 حطهم لي تحت وراح وانا طلعتهم انا وذراري. المهم يا خياتي والله غير فرحتي بيهم اكبر من اي حاجه راهي هنا عندي في الدار، باسكو صراحه من جهتهم ما كنتش مرتاحه خاصه على ذراري. ميم في الصالو كان خاصني واحد التفريشه كنت كي نفرشها ما تجينيش متحوفه، مي كنت نقول ما عليه خليني نديباني حتى يفرج ربي سبحانه. المهم كما قلت لكم تمنيت ويعني يا ربي ثم استجاب للامنيه نتاعي. المهم هنا هذا هو الشكل النهائي نتاع الصالون كما شفتوا، خصني فيه غير كنابي واحد، وهذه هو الشكل النهائي نتاع الشومبرا نتاع ذراري. المهم وغدوه من ذاك يا خياتي واحد المفاجاه، الحلم اللي كنت متمنياته. المهم داروا رحله الاكوا بارك نتاع سيدي عبد الله، على بالي باللي كامل تعرفوه، وهذاك البارك هذا كيشغل تاع غير نساء. انا عندي مده وانا حاكمه الزوج عليهم نقول له راني حابه نروح ليه، كيشغل علي غير على نتاع نساء. يقول لي ما كاش كيفاش انا نديك مثلا ونقعد نستنى فيك، نروحوا مع بعض كاش بلاج هكا ولا، وما نروحوش انتيا لداخل وانا برا نستنى فيك. المهم واحد 3 سنين وانا حكمته عليه، من نهار اللي شفتو انا حكمته ما حبش يديني. عيطت لي ماما في التليفون قالت لي راهم كاين واحد الوكاله راهم دايرين رحله الاكوا بارك لا تروحي وتدي دراري نحو على خاطرهم. قالت لي شوفي راجلك اذا يحب، قلت لها ما نكذبش عليك راجلي ما نظنش اللي يحب لي بصح كي راني معاكم بالك يقبل لي. المهم راجلي انا ما نكذبش عليكم كي قلت له قال لي شحال البري، هي ما نكذبوش الاسعار نتاعهم غاليه ما نكذبش عليكم. الكبار 350 للواحد والصغار 250 للواحد، والماكله ثانيك البيتزا و150. كي قلت له قال لي انا ما عنديش دراهم باش نخلص لكم كامل، قال لي ما نقدرش كيفاش غير خلينا منها اصلا ماشي وقتها. من بعد انا كي عاودت لماما قلت لها قال لي ما كاش كيفاش وباش ما نكذبش عليك قلت لها ما عندوش دراهم. قالت لي ما عليه، قالت لي جيبي غير الخلاص تاعك انتي، قالت لي انا خلصت لك للذراري وانتي جيبي غير الخلاص تاعك انتي. مالي كي قلت للزوج انا راهي راح تخلص ماما للذراري، انت اذا تقدر تخلص لي غير انا. قال لي هيا اوكي الله يربح. يا خياتي حسيته حلم متحقق. المهم انا باش تزيد تكمل فرحتي ثانيك زدت عيطت لصاحبتي وقلت لها اذا تروحي وتجيبي وليدك وشوفي كاش وحده هكا من داركم يماك ولا اختك ولا اي وحده لا تروح باش نروحوا كامل في رحبه. صاحبتي فرحتها كانت اكثر من فرحتي. مالي جات ثانيك هي ووليدها وجابت ماماها وتلاقينا كامل ثم. صراحه يا خياتي واحد الفرحه خاصه كي تكوني مع لا فامي، لانه كي شغل في النهار تروحي وحدك تجيك صامته، مي كي تروحي مع العائله ومع صحاباتك ومع لا فامي تحسي كي شغل رجعتي كامل الطفوله نتاعك، يعني تلعبي الاز تبسطي تنحي كامل الغمه نتاع قلبك. المهم هنا خياتي اسمحوا لي ما صورت لكمش كل شيء لانه كما على بالكم ممنوع التصوير ثماك ومن حقهم. المهم خياتي اسمحوا لي هنا نكونوا تقريبا وصلنا لنهايه لا فيديو. حبيت نشارك معكم الفرحه نتاعي، ان شاء الله ربي يدوم فرحتي. وثاني كنتوما حتى نتوما ان شاء الله ربي يجبر بخاطركم ويفرحكم بالحاجه اللي راكم متمنينها عاجلا غير اجلا. المهم ما تقطعوش لياش ودائما كونوا متفائلين وربي سبحانه ما يغلق باب حتى يفتح 10. سلام.